الفيديو اللي بيتسأل لي كل خميس وجمعة، عايزة دهون الأرداف تخس. أنا عملت كل حاجة، دهون الرجل مش بتنزل خالص وعنيدة جدا. أنا في الجيم بقالي سنة. اعملي كل الخطوات اللي أنا هقولها لك دي لمدة 3 أشهر وهتشوفي تغيير في رجلك، أقسم بالله ما شفتوش طول عمرك. بس مهم إن كل الخطوات دي تحصل كلها مع بعض، لأن الموضوع ده عنيد جدا. أنا عملت أبحاث كبيرة قوي عليه وجبت معلومات من كذا حاجة ومن ناس اشتغلوا عليه كويس قوي وعملوا فرق فيه. فركزي معايا وخلي الفيديو ده عندك، لان الخطوات دي انا عايزها كلها تكون بتحصل. الخطوه الاولى، لو انت بتروحي جيم وبتتمرني تونينج، فانا عاوز تمرينة الرجل تكون مرتين في الاسبوع، ويبقى تمارين مختلفه. يعني مش هم التمارين بتعيديها، لا، تمارين مختلفه. فدي رقم واحد. رقم اتنين، ان عاوز قبل تمرينة الرجل يبقى فيه يوم راحه، وبعد تمرينة الرجل يبقى فيه يوم راحه. وعايزك تاكلي بروتين بكميات عاليه جدا جدا عشان المسل ريكفري. فدي حاجه كده انا هرجع لها تاني، بس نحطها النقطه دي مهمه قوي. تمارين الرجل انا عايز الحاجات تبقى التمارين اللي هي مركبه. الكوتش بتاعت الجيم هي هتبقى فاهمه كويس انا بقول ايه. التمارين المركبه اللي هي هتستخدم عضلات مع بعض، زي مثلا اللانش بس بوزن، والوزن هترفعيه فوق دماغك. فانت كده بتحفزي جسمك ان هو يعمل مجهود هو مش متعود عليه، فيبدا يستخدم طاقه هو هيروح لها بقى، طاقه بعيده عنه مش متعود عليها، لان انت بقيتي بتعملي حاجات هو مش هي دي اللي متعود عليها. فدي نقطة مهمة جدا. دي رقم ثلاثة، التمارين المركبة. رقم أربعة، بعد التمرين، عارفين الفوم رولر؟ هنحط برضو كده صورتها كده. اعملي التصريف الليمفاوي، ومهم جدا هقول طريقتين ليه. بعد التمرين وانت جوه في الجيم اعملي الفوم رولر دي، اللي هي بتاع كده، اسمها ايه مش عارف، زي مخدة كده، بتقعد تلف كده. ممكن تحط عليها رجلك من الكاف مثلا والهامسترنج من تحت وتقعدي تلف عليه. لان دايما احنا قلنا قبل كده من عيوب ان في مكان فيه دهون متمركزه مش بتنزل، ان المكان ده بيبقى فيه بور ليمفاتيك درينج، التصريف الليمفاوي فيه بيبقى سيء جدا. الفوم رولر دي بتحسن التصريف الليمفاوي. هنحط صورتها هنا. ولما تروحي البيت لو انت عندك فايبريتور، جهاز الفايبريتور اللي بيعمل مساج العبيط ده، ما تروحيش تعمليه يعني في جهاز اصلا ب 100 جنيه ولا ب 120 جنيه. فهاتيه واشتغلي بيه على رجلك، لان التصريف الليمفاوي مهم جدا جدا جدا. فدي بقى النقطه الثالثه. كل الحاجات الانتي اوكسيدنت مهمه جدا، لان في اماكن السمنه الموضعيه واماكن الدهون العنيده اللي جسمك ما كانش فيها بيعرف يستهلكها كطاقه، دايما بتبقى فيها سموم. الحاجات المضادات الاكسده اللي هي الشاي الاخضر، واللي هي الميه الكتير، واللي هي الخضار اللي فيه الياف كتير، واللي هي التوت البري، واللي هي كل الحاجات دي بتفرق جدا لما بنستخدمها بصوره كويسه قوي. والمعادن مهمه جدا جدا جدا. اي حاجه انتي اوكسيدنت مهم. لقيت فيديو على الدكتور بيقول لي يا جماعه بصوا الحاجه دي انتي اوكسيدنت، خلاص هاتيها واستخدميها لانها هتفرق معاكي جدا. نقطه تانية مهمه جدا، لو عندك مشكله في معدتك، دي بتفرق في ان جسمك يستهلك الدهون العنيده. ودي قلتها قبل كده في فيديو، ودي رخمه قوي. فاي منتجات بري بايوتيك بتفرق معاكي جدا. ممكن تجيبي الزبادي، حلو. اي اطعمه مخمره بتبقى حلوه، لان دي لما تريح معدتك جسمك برضو مع الوقت بيبدا يطلع السموم، دي برضو بتفرق في الدهون العنيده. احنا قلنا انا عاوز كل النقط دي بتحصل، من الرياضه، هقول دلوقتي الوجبات معينه، للحاجات اللي هتحصل بعد التمرين بتاعه التصريف الليمفاوي. هقول حتى الكرايوثيرابي اللي الناس بتقعد تسالني عليه ساعات، طب الكرايو بيجيب نتيجه ولا لا؟ هقوله. بس انا عاوز كل دول يكونوا بيحصلوا جدا. نقطه مهمه جدا، طول ما الكورتيزول ليفل عالي يا جدعان، جسمك ما بيحرقش دهون بصوره كويسه. جسمك ما بيحرقش الدهون العنيده. الكورتيزول ليفل ده بيعلى بالتوتر وبالقلق وبعدم انتظام النوم. اذا ان في حاجتين هيدخلوا في يومك ومهمين جدا: تمارين التامل، المديتيشن، اي حاجه بتهديك، دي هتكون مهمه جدا، والبريزنج اكسرسايز، ودي عايزها كل يوم بتحصل في الوقت اللي انت دايما بتبقى متوتر فيه. وتظبط نومك، تظبط نومك، دي نقط برضو مهمه جدا. طيب، في حاجه كمان، فاكرين لما انا قلت التمارين المركبه؟ غير التمارين المركبه، الحاجات اللي بتحسن، دي مهمه. دي كثافه العظم بتفرق معاك في ان شكل جسمك يتعاد ترتيبه تاني ويبقى شكل مختلف مع الوقت. بس احنا هنا بنتكلم في حاجه بتحصل على مدة طويله جدا، وبتحصل لما بتفقد نسبة دهون مثلا 15 كيلو دهون، والكتلة العضلية بتاعتك بتحافظ عليها، وكثافة عظمك بتزيد. كثافة عظمك بتزيد مثلا بالتمارين اللي هي فيها سكواتس، زي تمارين برضو دي مركبة، الحاجات بتاعت رفع الأثقال، حتى نط الحبل، لقوا إن هو أحيانا بيزود كثافة العظم. احنا هنا بنتكلم على اللونج تيرم. الدهون العنيدة دي فضلت ماسكاكي اولموست 20 سنة. ما تفكريش ان في وصفه هتسمعيها من على النت، الموضوع ده بينرفزني نرفزه. في وصفه هتسمعيها من على النت، الجبل، دي الدهون العنيده دي زي الجبل ما بتتحركش، صعبه جدا جدا جدا. انا مصور الفيديو ده في الحته دي عشان كده، بجد والله مش بهزر على فكره يعني. وانا بفكر في الفيديو فكرت في كده.
فدي هتفرق معاكي لما تشتغلي على كل النقط دي فترة طويلة جدا. تمارين اليوجا مهمة جدا، واتمنى تجيبوها من على النت، ولو الجيم بتاعكم بيعمل كلاسز يوجا هتكون مهمة قوي، لانها بتشغل عضلات ما وصلتلهاش اصلا قبل كده. في عضلات صغيرة جدا جدا جدا، وهشرح نقطة تانية ليها علاقة بالموضوع ده دلوقتي اقسم بالله هتفرق معاكم فرق. في عضلات جسمك مش هيوصلها الا لو عملتي تمارين اليوجا، اللي هي فيها استطالات عنيفة، واللي هي فيها اوضاع غريبة انت ما عملتهاش قبل كده وجسمك ما راحلهاش. مع استمرارك لده في مدة 3 اشهر انت هتلاحظي فرق كبير. اتمنى الفيديو ده يبقى عندكم، واتمنى تبعتوا لي مسج وتكتبوا تاريخ اليوم اللي هتبداوا بيه كل ده، وهتقولي بعد 3 اشهر. انا مستني تيجي تقولوا لي بجد في المسجات او في الكومنتات ان فعلا الحاجات دي كلها فرقت. نرجع لتمارين اليوجا ونفس الفكره. بصوا، مش انتوا ساعات بتعملوا تمارين في الجيم بس بتلاقي نفسك مش مركزه على عضله معينه؟ اشتغلوا دايما في عضلات رجلكم على الحاجات اللي انتوا ما اشتغلتوش عليها، حتى لو مش هي دي اللي فيها دهون، لان ملهاش علاقه. يعني ايه اللي ملهاش دهون؟ انت مثلا عندك ترهل في الجزء الداخلي، خلاص، وعماله بتعملي تمارين للجزء الداخلي، اصلا دي عضله بسيطه صغيره. اعملي الكوادريسبس، العضله الكبيره، لان هي دي لو زادت شكل رجلك هيتحسن. دي بقى على العكس، انت في مكان ما رحتلوش وما عملتلوش تمارين وما عملتيش فيه اي حاجه قبل كده، اعمليها واشتغل عليها وقولي للكوتش بتاعتك بقول لك ايه يا كوتش، ايه رايك لو نعمل تمارين على عضلات كده، تمارين مركبه انا ما اشتغلتش عليها قبل كده. اعملي ده، هتفرق معاكي جدا. يبقى قلنا ايه ملخص كبير للموضوع دوت؟ قلنا تمارين هتبقى يومين في الاسبوع لتمرينة الرجل، اعملي الجزء العلوي الباقي شوفي هتظبطيه ازاي. راحه يوم على الاقل، يعني مش على الاقل يوم او يومين، لا، راحه يوم او راحه بعد التمرين، دي مهمه ودي مهمه. وانك هتاكلي بروتين بكميات اعلى بكتير جدا من اللي انت خدتيها في الاسابيع اللي قبل كده عشان المسل ريكفري يحصل بسرعه جدا. وانك هتدخلي بقى كل الحاجات اللي انا قلتها عشان ما اقعدش ارغي كتير. في الاخر انا طولت عليكم في الفيديو ده، بس صدقوني انا تعبت في الفيديو ده جدا، فخلوه عندكم، اعملوه شير ولايك وسبسكرايب للقناه لو انتم مش عاملين، وشاروه في كل حته، لان المحتوى ده مش هتلاقوه في اي حته زي دي. وخليكم عارفين ان يمكن الرحله صعبه، بس الدايت للابطال، واحنا ابطال وجبال، وهنكمل للاخر.